الشركات الناشئه في مجال تكنولوجيا المعلومات النهارده مثلا شركه زي سووفل مثلا، عارف راس مالها وصل قد ايه؟ حد عارف يا شباب؟ مليار دولار. اول شركه مصريه تنجح تخش في الناس ده مين؟ شركه تكنولوجيا معلومات. مين عملها؟ 3 شباب زي حضراتكم كده من كليه حلوان، ولا يزيد ولا ينقصوا عن حضراتكم. كل مشكله الشباب دول ان هم كانوا من اسماعيليه وعايزين لما بيرجعوا بلدهم، عايزين ان هم بيدرسوا في القاهره وعايزين لما يرجعوا اسماعيليه يرجعوا في ميكروباص واحد او في جو واحد. فقالوا نعمل طب جروب على بعض مع بعض، عملوا جروب لقوا فيه طلب. بعد كده طب لما نعمله ابلكيشن، الابلكيشن الحمد لله اشتغل معاهم. بس قد ايه هم فكروا في احتياج ومشكله موجوده وحاولوا يفكروا في حل باستخدام التكنولوجيا عشان يحلوا المشكله دي. وهو ده اللي انا جاي النهارده اكلمك على فكره الابداع. فكره الابداع يا شباب مش مطلوب منك انت تبقى مركز بحثي، انت مش مطلوب منك تبقى ار ان دي، انت مطلوب منك انك تبص على اي مشكله وتقول ان المشكله دي فرصه بالنسبه لي، انا هحولها لحاجه اجيب منها فلوس. اوعى تشتغل على حاجه وتقول انا رائد اعمال من غير ما تفكر ان انت المشكله دي بتجيب لك فلوس. لو انت مش هتكسب من ورا الحل اللي انت هتقدمه ده، انت بتعمل حاجه مؤسسه مجتمعيه، ما بتعمل عمل خيري. لكن رياده الاعمال عايز فكره ليها علاقه بالمجتمع او بمشكله معينه، ليها استمراريه، ليها قدره على النمو. ما تعمليش فكره او حاجه مرتبطه بحدث معين، الحدث ده ينتهي الاسبوع ده او الشهر ده او السنه دي، خلاص الفكره دي مالهاش لازمه. الفكره بتاعتك اهم ميزه لما اجي اقيم، لما انا بنشارك في مسابقات لتقييم الطلبه او تقييم مشروعات رواد الاعمال الشباب، اول حاجه بركز عليها نمو عدد مستخدمي الابلكيشن بتاعه ده او الخدمه بتاعته او الحل بتاعه اللي بيقدمه. في نمو يبقى ده بينجح، ما ببصش ان هو بيربح، عشان بس انا عارف ان بعضكم باصص ان هو هكسب منين. انا عايز اقول لك ان الواتساب لغايه ما اتباع للفيسبوك ب 19 مليار دولار ما كانش بيكسب، ما كانش بيكسب. ولكن اللعبه كلها كانت على ايه؟ حد عارف يا شباب؟ والبيانات اللي عنده يا دكتور، حجم البيانات. اللعبه كلها العالم كله النهارده يا شباب بيتصارع على البيانات، حجم البيانات الموجوده، عشان انا بعد كده بالبيانات دي هعرف انت حضرتك عايز ايه واهدافك وسلوكك عامل ازاي، واعرف ابيع مع البيانات دي للشركات اللي عايزه. فاللعبه كلها على الابلكيشن اللي انت شايفها كلها حواليك، ورياده الاعمال الناس بتاخد زي ما بيقولوا بالملايين او بمليارات دلوقتي. كلها لعبه عشان انت عدد المستخدمين بتوعك قد ايه؟ عدد المستخدمين هو ده النجاح بتاعك كرائد اعمال، عدد المستخدمين بتوعك مش الربح. انا عايز اقول لك ان 90% من رواد الاعمال مشروعاتهم ما بتكسبش اول 3-4 سنين. ما بتكسبش اول 3-4 سنين، ولكن بيحصلوا على تمويل، اللي هي بقى الجهات اللي انا هكلمك عليها التمويل. احنا عندنا في مصر يا شباب اكتر من 20 جهه بتقدم لك تمويل وانت طالب، وانت خريج، وانت باذن الله تبقى رائد اعمال. وانت طالب كل سمعنا عن هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات يا شباب، اتيدا. هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات اتيدا. طب الهيئه دي تبع وزاره الاتصالات يا شباب، وانشئت من حوالي 20 سنه، بتعمل حاجات كتيره قوي. بس انا هختصر لك حاجات عشان الوقت، بس هختصر لك الحاجات اللي تهمك انت كطالب او بتوع سنه رابعه تحديدا. كلنا بنعمل مشروعات التخرج بتاعنا، وبنحتاج ان احنا ممكن نكون محتاجين دعم مالي او دعم تقني او دعم فني. الهيئه دي عندها مبادره اسمها اي تاج، اكتبوها يا شباب. هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات جديده، اكتبوها عشان النهارده انا عارف ان في 20-30 واحد هيخشوا على النت ويبداوا ان هم يشمروا كده ويبتدوا مسيرتهم المهنيه. فاكتب الجهات اللي انا بقولها لك دي، عشان سواء كنت طالب او صاحب شركه او موظف في شركه هتتعامل معاها. فالجهات اللي انا بقولها لك دي حاول ان انت تعرفها كويس قوي، ومش لازم ان انا اقول لك كل اللي بتعمله، بس انت النهارده اعرف اتيدا بتعمل ايه. مبادره ايتاك اللي انا بقول لك عليها بتعمل لك ايه كطالب سنه رابعه؟ كلنا بنعمل مشروعات التخرج بتاعتك تقدر تحصل منها على 30,000 جنيه من تمويل لمشروع التخرج بتاعك. اظن انا عارف انه ممكن يكون 30,000 ممكن ما يكونش مبلغ كبير، ولكن المهم ان هو بعد 30,000 ايه اللي بيحصل بعد كده؟ ايه الحوافز وايه اللي ممكن المبادرات وايه البرامج التدريبيه اللي ممكن تخشها عشان تتحول من مجرد فكره او مشروع تخرج اللي للاسف كلنا بيبقى عينينا بس على ان هو احصل على تقدير. وانا ما عنديش مانع ان انت تحصل على تقدير عالي وكل حاجه، بس انا عندي مشكلتي ان انت لازم ده يبقى مسيرتك المهنيه. المشروع اللي انت بتقعد تعمله انت وزمايلك 4-5 اشهر ده يبقى بدايتك المهنيه. ما تعملش حاجه عشان تتحط في الدرج. مش بتوع حاسبات ومعلومات هم اللي يعملوا كده، اللي يعمل كده حد تاني. بتاع حاسبات ومعلومات اللي هو المفترض ان احنا بنبص له، اللي هو يعني اللي هيعمل الليد في عالم الاقتصاد الرقمي والعالم الرقمي، المفترض ان هو مشروع التخرج بتاعه يبقى هو ده بدايه مسيرته المهنيه، مش مجرد مشروع وخلاص بيتعمل